لما نحكي عليه ساعة الأجيال اليوم وحده كل كرات العالم الذهبية لا تكفي اليوم. السير 7 الهداف الأسطوري للكرة المونديالية كريستيانو رونالدو، هداف التاريخ للمنتخبات وهداف الأسطورة للشامبيونز ليج، الهداف الملكي الأول في الميلانج الريال. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم الكورة في نجوم كتير وفي اساطير، في اتنين بس خلى العالم كله يقف يتفرج: ميسي ولا كريستيانو. مين الافضل؟ مين اللي دخل التاريخ من اوسع ابوابه؟ النهارده هنحسم الجدل ده. هنبدا بالاساس. كريستيانو رونالدو اتولد يوم 5 فبراير سنه 1985، يعني دلوقتي عنده 40 سنه. اما ليونيل ميسي فمولود يوم 24 يونيو سنه 1987 وعنده 38 سنه الان. واحد برتغالي والتاني ارجنتيني، بس الاتنين عالميين. على مستوى البطولات ميسي طبعا متفوق بوضوح، فاز باكتر من 44 بطوله، منهم كاس العالم وكوبا امريكا. اما كريستيانو فعنده 34 بطوله، اهمهم اليورو ودوري اوروبا. لكن في دوري الابطال كريستيانو متفوق بخمس بطولات قابل 4 بطولات لميسي. في التهديف كريستيانو ماكينه اهداف، سجل اكتر من 890 هدف رسمي، منهم اكتر من 130 هدف مع منتخب البرتغال. اما ميسي فسجل اكتر من 830 هدف، وده رغم انه بيلعب كمان صانع العاب. وهنا بقى العبقريه تتكلم. ميسي عنده اكتر من 330 اسيست، رقم خيالي. كريستيانو برضه ممتاز وعنده حوالي 250 اسيست رغم انه مهاجم. ميسي ملك الكرات الذهبيه، فاز ب8 كرات ذهبيه، رقم تاريخي. وكريستيانو عنده 5 كرات وبرضه ده رقم عظيم. في الجوائز الفرديه الثانيه طبعا الاثنين ما يتقارنوش بحد. في البلنتيات كريستيانو سجل اكتر من 150. امان في الفاولات قريبين من بعض، ميسي سجل حوالي 65 فاول وكريستيانو حوالي 60. وفي الاخر المقارنه صعبه وكل واحد ليه طبعه الخاص. كريستيانو اسطوره تهديفيه وسرعه وقوه، ميسي عبقري تمرير وابداع وامتاع. قول لي في الكومنتات انت مع مين، ميسي ولا كريستيانو؟ ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان اللي جاي قوي.